بعد انتهاء الدوري يوم الأربعاء اللي فات، حصاد الدوري المصري. أكثر فرقة فازت في مباريات الدوري المصري الدور الأول هي نادي بيراميدز ب13 مباراة، وأكثر فرقة خسارة هما فرقتين غزل المحلة ونادي مودرن سبورت ب10 مباريات خسارة لكل فريق. وأكتر فرقة تعادل للمباريات هو نادي زد ب9 مباريات في الدور الأول من الدوري المصري. هنخش في الفرق اللي استقبلت الأهداف وتسجيل الأهداف. تسجيل الأهداف كان أكثر الفرق كانت بيراميدز ب32 هدف، هجوم جبار يجي وراه مين؟ النادي الأهلي ب30 هدف، فرق هدفين. أكثر فرق استقبالا للأهداف مودرن سبورت أيضا هي وغزل المحلة ب24 هدف. الفرقتين مودرن سبورت ونادي غزل المحلة مستقبلين كل فرقة 24 هدف. هدافين الدوري: رقم 1 إمام عاشور، رقم 2 ناصر منسي لاعب الزمالك، رقم 3 أسامة فيصل لاعب نادي البنك الأهلي، ورقم 4 صلاح محسن لاعب النادي المصري البورسعيدي. ونخش على صانعين الأهداف ومين أول 4 صانعين أهداف. هما في المركز الأول إبراهيم عادل، بيجي وراه أحمد القندوسي لاعب نادي سيراميكا، بيجي وراهم نايتس جراديشار لاعب النادي الأهلي ومهاجم النادي الأهلي، ويجي رابع واحد هو عبد الرحيم دغموم لاعب نادي المصري البورسعيدي. الفرق اللي في الصدارة أول 4 فرق بالترتيب هيبقى بيراميدز في الصدارة، يليه النادي الأهلي، يليه نادي الزمالك، ويليه نادي المصري البورسعيدي. يبقى دول أول 4 فرق في ترتيب الدور الأول. بعد انتهاء الدور الأول دول ال4 فرق بعد انتهاء الدور الأول. الفرق اللي في الهبوط هما انبي ومودرن سبورت. انبي في المركز ال17 ومودرن سبورت في المركز ال18، لان في السنة دي من الدوري المصري بعد الفكرة الجديدة فرقتين بس هما اللي هيبطوا، بدل 3 كان كل سنة 3 وبيصعد 3، فرقتين بس هما اللي هيهبطوا. وكده يبقى خلصنا حصاد الدور الأول من الدوري المصري، وبس كده.